شكر الله الثناء عليه بنعمه التي أنعم، والاعتراف له بالمنن والفضل والشكر. ولا يزال الشكر من أجل عبادات العباد وأحبها إلى الله، أن يراك الله ويسمعك ويعرف من خفق قلبك ونفض فؤادك شكرا وحمدا واعترافا لله بالجميل. عبد الله، أحدنا إذا امتن عليه رجل مثله أو مخلوق وإنسان بفضل وإحسان وجد نفسه مأسورا لهذا الفضل والنعمة، فلا يزال يشكر ويثني. فإذا تتابعت عليك من شخص ما نعم متتابعة مرات بعد مرات، وجدت نفسك تحملها على الشكر والقيام بواجب الأداء بالاعتراف بهذا الجميل. فلا مقارنة بين إحسان بشر إلى بشر ونعمة إنسان لإنسان وبين فضل الكريم المنان والواحد الديان. نعم الله عز وجل وآلاؤه لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فواجب الشكر لله أعظم واجبات العبد في اعترافه بحق الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أمر لقمان أن يكون عبدا شكورا لله، وأمر داود عليه السلام وآله أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عبدا شكورا محبا لربه حامدا له عليه الصلاة والسلام. تسأله أم المؤمنين وقد رأته رضي الله عنها قائما يصلي الليل ويجتهد ويحمل نفسه في القيام بهذه العبادة في جوف الليل حتى ورمت قدماه، فتسأله عما هيأ الله له واختصه به واصطفاه من مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيلفت النظر إلى زاوية أخرى بعيدة عن أنظار الكثيرين: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هب أنك لن تعبد الله من أجل ذنوب أثقلت ظهرك تريد محوها، ولا أوزار أحاطت بك تخاف أن تقذف بك في نار جهنم. هب أنك بلغت من الصلاح والتقى وقلة الذنوب، هب أنك أوتيت العصمة فلا ذنب ولا خطيئة، وذنبك مغفور ووزرك معفو عنه أولا بأول، أتظن أن واجب الشكر قد سقط عنك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنها رسالة أن العبد كلما بلغ عند ربه منزلة أعظم وشعر أنه فتح له في باب القرب من الله مرتبة أبلغ، أن واجب الشكر تأكد في حقه وأنه تعاظم في جنابه. وكلما شعر أنه أراد الحفاظ على نعمة حصلت له وأن يقيدها لتدوم وتبقى بين يديه، فليستدم على ذلك بشكر الله عز وجل عليها.